السلام عليكم. كيفكم طلاب طالبات التاسع؟ الله يعطيكم العافية. وصلنا آخر شيء إنه أخذنا درس المطابقات الشهيرة بس ما حلينا تحقق وتدرب من نفس الدرس، فهيك رح نباشر هلأ سوا بشرح وحل تحقق من فهمي. فعم بيقول لي بالسؤال الأول قال بدي أنشر مستفيدا من المطابقات الشهيرة، يعني حصرا بدي أنشر الاستفادة من المطابقات الشهيرة. فأول سؤال عندي إياه عاطيني A يساوي X زائد 1/3 للتربيع، فالقوس كله للتربيع وعندي X زائد 3، فهي كانت مثل A. هذا كان A وهذا كنا نسميه نرمز له بالرمز B، وبيناتهم زائد فوق منهم تربيع، معناها هي أي حالة؟ هي الحالة الأولى من المطابقات الشهيرة. كيف بنحلها؟ قال بنروح بناخد مربع الأول زائد ضعفي الأول بالتاني، يعني 2 ضرب الأول ضرب التاني، بعدين بنقول زائد مربع التاني. فهلأ بناخد مربع الأول، مربع الأول يعني إكس مربع زائد ضعفي يعني 2، ضعفي الأول اللي هو الأول إكس والتاني اللي هو التاني هو 1/3. تمام؟ اللي هو ضعفي الأول بالتاني، يعني ضرب التاني هون ضرب بيناتهم زائد مربع التاني اللي هو 1/3 للتربيع، بنقول يساوي. طيب إكس مربع تنزل مثل ما هي، ما فينا نساوي أي شيء. 2 ضرب الأول ضرب التاني يعني ضعفي الأول بالتاني، 2 إكس ما فينا نساوي فيها شيء، تنزل 2 إكس وعندي 1/3. لأني أنا عم بضرب 2 ضرب 1/3 بضرب البسط ببسط اللي هو هذا ماله المقام مقامه 1، ف2 ب1 2، 1 ب3 3، وبنزل الإكس في نفس منها بنزله هون. 1/3 للتربيع بروح بربع بسطه مقام 1 مربع 1 3 مربع 9. بنروح على السؤال الثاني اللي هو B. عم يقول لي هون y ناقص 1/4 y ناقص ربع للتربيع، يعني أنا كأنه في عندي هذا اللي كنا نسميه A، وهذا اللي كنا نسميه B، وكان بيناتهم ناقص والقوس كله شبه على القوس كله للتربيع، فهي بما إنه بيناتهم ناقص فمعناها أنا هون بالحالة الثانية نفس الحالة الأولى، بس الفرق إني باخد بدال ناقص ضعفي الأول بالتاني باخد بدال زائد شو باخد؟ باخد ناقص، معناها باخد مربع الأول ناقص ضعفي الأول بالتاني زائد مربع التاني. طبعا مربع الأول اللي هو واي مربع نزلناها، بنروح على ناقص حسب القاعدة ناقص ضعفي يعني 2، الأول اللي هو واي الثاني اللي هو ربع زائد مربع الثاني اللي هو ربع، مربع الثاني حطيت فوق منه تربيع. فهلأ روح تكمل حل. واي مربع ما فيني أنا أساوي فيها شي، خليتها واي مربع ناقص 2 ضرب الأول ضرب الثاني ناقص 2 واي ضرب 4، فيني أضرب 2 بواحد، 2 بواحد 2، والمقام شو؟ والمقام 4، يعني أنا صار عندي الجواب 2/4، ولكن 2/4 هي أنا فيني أختصرها فبتصير نص، قسم فوق وتحت على 2، 2 تقسيم 2 1، 4 تقسيم 2 2، اختصار يعني، وبنزل الواي برجع مثل ما هي. 1/4 مربع بدي ربع المقام وربع البسط، ربع البسط وربع المقام لأنه هذا التربيع للكسر كله، فواحد مربع واحد 4 مربع 16، طلع معي الجواب النهائي بهذا الشكل. هلا خلينا نروح على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده عندي قوسين بيناتهم شو؟ بيناتهم إشارة ضرب، زد زائد 1/5 ضرب زد ناقص 1/5، يعني هون الرقمين أو القيمتين نفسهم زد وزد، 1/5 1/5 أو خمس خمس، ولكن بيناتهم مرة زائد وبيناتهم مرة ناقص، كأنه عم بيقول لي والله A زائد B ضرب A ناقص B، حيث ال A هي Z وال B هي 1/5، معناها أنا فورا بتذكر الحالة الثالثة واللي هي A زائد B ضرب A ناقص B، فبدي روح آخد مربع الأول ناقص مربع الثاني، إنه هي الحالة الثالثة من المطابقات الشهيرة، فبكل بساطة مربع الأول زد مربع ناقص مربع الثاني 1 مربع 5 مربع 25، لأنه أنا وقت عم باخد مربع الثاني عم بقول 1/5
5 وكلّياتن للتربيع، فبدي روح ربّع الوسط 1 مربّع 1 وربّع المقام 5 مربّع 25 المربّع الأول ناقص المربّع التاني، هيك بيكون خلص السؤال الأول، بنروح على السؤال التاني عم بيقول لي انشر ثم اختزل. فأول شي طالب منّي أنا انشر، فأنا باستفاد من المطابقات الشهيرة اللي هو درسنا. لاحظ أول عبارة عندي إياها اللي هي 2 ناقص 3 إكس مربع، 2 ناقص 3 إكس مربع، كلّياتن للتربيع وبيناتن إشارة ناقص، أنا عندي قوس واحد بين القيمتين بين الحدين 2 والحد إكس والحد 3 إكس إشارة ناقص وفوق منّن للتربيع، معناها أنا وين؟ أنا بالمطابقة التانية. المطابقة التانية بتقول لي مربع الأول، ف2 مربع باروح باخد 2 مربع اللي هو مربع الأول ناقص ضعفي الأول بالتاني، وهي كانت القاعدة ليك مربع الأول ناقص ضعفي الأول بالتاني زائد مربع الثاني، ف2 مربع ناقص ضعفي الأول اللي هو 2 التاني اللي هو 3 إكس زائد حسب القاعدة مربع التاني 3 إكس، التاني هو 3 إكس وباخدهم كلّن للتربيع. هلأ 2 مربع نزّلناها 4 ناقص 2 ضرب 2 ضرب 3، 2 ب2 4 ب3 12 نزّلنا الإكس طبعًا إشارة الناقص نزلت متل ما هي، إشارة الزائد أيضًا كمان نزلت متل ما هي، 3 للتربيع 9 إكس مربع نزّلناها متل ما هي، هلأ حبذا شو نساوي؟ نرتّب الحدود بدءًا من الأقوى، فأنا عندي أقوى حد اللي فيه تربيع هو أقوى حد صارت 9 إكس مربع، بعدين اللي فيه إكس من دون شي فصارت ناقص 12 إكس، بعدين بنزّل زائد 4. بنروح هلّأ على B. B أنا عندي طرفين، هذا أول طرف بروح بحلّه كأني مو شايف هذا بنوب، كأني هذا مو شايفه، فخلّيني حل هاد كأني مالي شايف هاد نهائيًا، بنروح هي عندي نفس الحدين اللي هنّن عبارة عن A وB، هي اللي حنرمز لها بالرمز A اللي موجودة بالقوسين، وهي اللي حنرمز لها بالرمز B، معناها أنا عندي A ناقص B ضرب بيناتن هون A زائد B. طيب معناها أنا هون بأي حالة؟ قال بالحالة التالتة A زائد B ضرب A ناقص B A مربع ناقص B مربع، بنكمل A مربع اللي هي 3 على 2 نزلناها وحطينا فوق منّا مربع مشان نساوي المطابقة، وبالمطابقة أنا عندي بالقانون إنه A مربع ناقص حطينا الناقص 2x و2x للتربيع، 2x مربع اللي هو ناقص مربع التاني أو ناقص b مربع، تمام؟ فهلّأ بنروح بنكفّي، بنكفّي إنه بنروح بنشتغل بهاد كمان، ساوينا أول خطوة اشتغلنا بهدول، بنروح بنكمّل الخطوة الأولى مشان نشتغل بهاد كمان، فشو عملنا هون؟ رحنا نزّلنا إشارة الناقص، نزّلنا إشارة الناقص اللي هون متل ما هي موجودة نزّلناها، فتحنا قوس كبير لإنه هي الناقص هلّأ رح تدخل على كامل هاد، هي الناقص رح تدخل على كامل جواب هاد، فأول شي بننزّل الناقص وبعدين شو بنعمل؟ وبعدين بنحل المطابقة تبع هاد، هلّأ 2x زائد 1 على 2 مربع قال حسب القاعدة أنا عندي A هاد زائد B اللي هو هاد وكلّياتن للتربيع، معناها مربع الأول 2x كلّياتها فوق منها مربع زائد ضعفي، هي من القانون، الأول هذا الأول ضرب هون بيناتهم ضرب، بالتاني هي التاني زائد حسب القانون حسب المطابقة بنجيب الزائد، مربع التاني 1 على 2 وفوق منه تربيع. هلأ نيجي بنحاول كمان نختصر بالعبارات، تمام؟ فإحنا وقفنا هون عند القسم الأول هاد، 3 على 2 مربع باخد 3 مربع 9، 2 مربع 4 مربع بسطه مقام ناقص 2 مربع 4 وإكس مربع بتنزل متل ما هي وبنزّل إشارة الناقص يلّي كنت كاتبها هون، تمام؟ هي إشارة الناقص يلّي كانت موجودة هون نزّلناها من هون لهون، بارجع بانزّلها من هون لهون وباحل ما داخل القوس. قال ما داخل القوس عندي 2 إكس كلّياتهم فوق منّن تربيع، فربّع وحدة وحدة 2 مربع